هاي يا جماعة، ازيكم؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. فيديو النهاردة مميز قوي. خلاص فيديوهات الباك تو سكول رجعت والكل بيجهز دلوقتي لمراحل جديدة، سواء اللي داخل ثانوي او اللي داخل جامعة او اللي بدأ بقى الشغل وخلاص. انا قررت استغل هذه اللحظة واجي اشارككم حاجة لأول مرة بعملها معاكم، وهي تجهيزات مدرسة موسيقى. أيوة يا جماعة، اللي ما يعرفش أنا تيتشر أو مدرسة، والتخصص بتاعي هو الموسيقى. فأنا جاية بقى النهاردة أوريكم أنا كمدرسة موسيقى باخد إيه معايا وأنا رايحة المدرسة. معظم الحاجات اللي هتلاقوها في الفيديو هنا تقدروا كمان تاخدوها معاكم في الجامعة، هتنفعكم جدا جدا، خصوصا اللي بيدرس نفس مجالي أو ليه علاقة بالمجال العملي أو الفني، سواء الارت او الميوزك. الكليه بتاعتي كانت كلها عمليه، فاتوقع ان ده هيفيدكم النهارده. وقبل ما نبدا الفيديو النهارده، ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناه وتعملوا شير على قد ما تقدروا عشان الفيديو يوصل لناس كتير ويساعدهم. مبدئيا يا جماعه، انا معظم الحاجات اللي انا جبتها النهارده كانت اصلا عندي من ايام الجامعه، وانا ما استخدمتهاش كتير. بمعنى اصح ممكن ابقى استخدمتها مره مرتين بالكتير، بس ما استخدمتهاش بعد كده خالص. فصراحة قلت ليه اشتري من بره جديد طالما انا عندي اوريدي حاجات اقدر استخدمها. في حاجات اشتريتها جديد وحاجات طبعا كانت عندي قبل كده ويعتبر جديدة. تعالوا بقى نبدأ بأول حاجة، الشنطة عموما أو الباج. أنا مش هقول لكم هاتوا شنطة كذا أو نوعها كذا، لا، أنا هقول لكم إيه اللي يريحكم. أنا كنت في الجامعة باخد شنطة باك ظهر، عشان كنت باخد حاجات كتير قوي، فكان لازم أشيل شنطة تكون تريحني ويكون فيها حاجات كتير، خصوصا إن الكلية بتاعتي كانت بتحتاج حاجات كتير، فكان لازم أشيل حاجتي بطريقة منظمة، فكان لازم أجيب شنطة باك. الصراحة جربت أشيل شنطة كتف، ولكن كان الموضوع صعب عليا قوي لأن الحاجات كانت كتير، وكان كتفي بيوجعني قوي قوي لأن كنت بفضل شايلها فترة طويلة قوي. فالصراحة الموضوع ما كانش نافع معايا خالص. أما بقى كشغل، فالصراحة أنا أنصحكم إن انتوا تجيبوا شنطة كتف، لان هي دي اللي هتساعدكم جدا جدا في الشغل. انا بستخدم حاليا الشنط اللي هي الكتف بكل بقى انواعها واشكالها، مش هتفرق. اهم حاجه انتوا براحتكم تبقوا مرتاحين للون وللشكل اللي يعجبكم. تعالوا بقى نعرف محتويات الشنطه هتكون ايه اصلا. اول حاجه ودي اهم حاجه، انا كمدرسه موسيقى لازم يكون معايا كشكول او كراسه موسيقى. هي بتبقى من ورا كرتون كده، بتبقى يعني تقيلة عشان نقدر نكتب عليها براحتنا من غير ما نخرم الورق ولا نكسره ولا يحصل له أي حاجة. ومن قدام بتبقى الشكل التقليدي ده، مفيش أشكال بقى وألوان والحركات دي، احنا عندنا الحاجات دي قليلة قوي في المجال بتاعنا. وطبعا من جوه بتكون بالشكل ده. فده شيء أساسي 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 في الشنطة بتاعتي كمدرسة موسيقى أو كطالبة في التخصص بتاع الموسيقى أو مجال الموسيقى. تاني حاجة لازم تبقى معانا كشكول عادي، سواء بقى كشكول صغير كشكول كبير. انا عايزه اقول لكم ان احنا مش هنكتب كتير قوي، خصوصا لو انتوا طلاب في الموسيقى مش هتحتاجوا ان انتوا تكتبوا اصلا في كشاكيل عاديه زي دي، يعني ورقها عادي كده، مش هتحتاجوا ان انتوا تكتبوا اصلا فيها، لان احنا معظم اللي بنكتبه في الكراسه بتاعه الموسيقى. والمواد اللي بتبقى تربويه بنحتاج كشكول زي ده نكتبه فيه، بس في نفس الوقت ممكن ما تكتبوش كتير، يعني انتوا مش هتحتاجوا كشاكيل كتير، لا انتوا ممكن تجيبوا كشكول واحد هو اللي هيناسبكم وهيبقى معاكم تمام، وهتقدروا تكتبوا فيه كل حاجه. فما تقلقوش، هو كشكول واحد بس هيكفيكم. كطالبه كنت معايا برضو كشكول واحد كان بيكفي معايا كل حاجه. اما بقى بالنسبه للتيتشر او لمدرسه الموسيقى، لازم يبقى معايا دفتر تحضير او كشكول تحضير، وبيبقى عباره عن كشكول او دفتر بيكون متين شويه وكبير للتحضيرات بتاعه الدروس او لشرح الدروس اللي انا المفروض ادخلها واشرحها في الكلاس. عباره عن كشكول عادي بس متقسم بقى لحاجات كتير، يكون من جوه شكله عامل كده، بيبقى فيه التاريخ وبيبقى فيه الحصه وبيبقى فيه كمان الفصل والمادة. فده لازم يكون معايا وشيء أساسي في الشنطة بتاعتي. الحاجة اللي بعد كده، سواء كطالب في مجال الموسيقى أو كمدرسة، هي الدفتر ده. ده مش دفتر بمعنى دفتر، ده دوسيه بيبقى فيه فايلات كتير، يعني بيبقى متقسم لفايلات كتير. بينفعنا في ايه؟ ان احنا في الكلية او في مجال الموسيقى بيبقى عندنا نوت كتير لازم تبقى قدامنا على طول عشان نقدر ان احنا نعزفها او ندرسها، فلازم تبقى معانا على طول. فعشان ما نتوهش ونحتاس ونقعد نجيب فايلات كتير ونحط ده هنا وده هنا ونطلع ده هنا ونطلع ده هنا،
ده انسب حل. هو بيبقى من جوه عباره عن فايلات كده متقسمه زي ما انتم شايفين كده، بتبقى متقسمه وهي انا حاطه فيه، يعني دي النوتس بتاعتي انا حطاها عادي، فهي بتبقى سهله عليك ان انت تختار وتلاقي النوتة بتاعتك بكل بساطه، بدل ما تقعد بقى تجيب فايلات كتير وتحط ده هنا وده هنا وده هنا وتحتاس حرفيا. ده بيسهل علينا جدا وبيكون فيه كل حاجه قدامنا. فانا حرفيا كنت حاطه فيه كل حاجه، يعني كنت حاطه فيه كل المنهج بتاعي تقريبا، فكان الموضوع بالنسبه لي بسيط وسهل، وكنت باخده معايا على طول، يعني كنت باخده معايا كل يوم، ما كنتش بسيب يوم ما باخدوش، لان احنا بنحتاج النوت دي في كل المواد، لان المواد اصلا كلها بتبص على بعضها، يعني ده مترتب على ده مترتب على ده. فهو ما كانش بيضايقني وحجمه مش كبير قوي، وكمان مش بيشيل مكان، يعني عادي بيبقى خفيف، يعني هو اصلا مش تقيل، هو مليان حاجات كتير، يعني انا بصوا انا ملياه نوتس كتير قوي، بس هو مش تقيل، يعني هو عادي، هما كلهم ورق يعني بسيط، فالموضوع مش بيبقى تقيل خالص. كمان ممكن برضو لو مش عاجبكم ده ممكن تجيبوا البتاع ده، انا مش عارفه اسمه ايه الصراحه، هو برضو بيتفتح كده وفي مسند من هنا بتحطوا الورق، ومن هنا بيبقى زي ما انتم شايفين كده البتاعه دي بتتفتح عشان تسندوا الورق عليه وتقدروا تكتبوا او تشيلوه، وبيبقى معاكم كمان في هنا زي كده مكان تحطوا فيه برضو حاجات، فبيكون برضو الموضوع حلو وشكله جميل، يعني مش شكله وحش، اسمه كليب بورد، فبرضه ممكن ينفعكم، انا كنت جايباه ونفعني بالفعل، لان ساعات الكراسي اللي بنقعد عليها او المكان اللي بنقعد عليه في المحاضرات بيكون مش سوي، فلما بنيجي نكتب حاجه ممكن الحاجه اللي احنا بنبقى ساندين عليها تضايقنا، فده كان حل امثل قوي الصراحه، وشكله جميل قوي شيك، يعني هو شكله حلو حتى تقدروا تمسكوه كده، فالموضوع ما كانش بيبقى صعب خالص عليا الصراحه. برضو انا ممكن احط فيه النوتس بتاعتي لما اروح المدرسه، ممكن احط فيه حاجتي، ورقي، الحاجات اللي انا عايزه اعملها، لو مثلا عندي جدول احطه فيها يبقى سهل ان انا اوصل له ويبقى قدام عيني دايما عشان ما انساش، فصراحه ده مهم جدا برضو كمدرسه. في برضو زيه بس ده بيبقى مسند، اتوقع معظم اللي في ثانويه عامه عارفينه، لان هم بيروحوا يمتحنوا بيه، بياخدوه معاهم ويروحوا يمتحنوا بيه برضو، عشان الترابيزات اللي بيقعدوا عليها ما بتكونش مستويه، فالورق كان ممكن يتخرم او يحصل له حاجه، فده مهم جدا برضو. الحاجه اللي بعد كده وهي النوت بوك. بصوا انا عندي اشكال كتير حرفيا، بس الفكره ان انا ما بستخدمهاش كتير قوي. ليه؟ لان انا بحس ان انا لما بكتب فيها حاجه انا بنساها وبنسى الورقه اللي انا كتبتها فيها، فبحس ان انا محتاسه قوي. بس المره دي قررت ان انا لازم استخدمها وخلاص بقى، مش هبطل ان انا اجيب وعينهم واقول لا انا مش هكتب فيهم عشان شكلهم كيوت فمش هكتب فيهم. قررت ان انا المره دي هكتب فيهم خلاص. بصوا دي بتاعت بي تي اس، كيوتة قوي الصراحه، بتحفز برضو الواحد ان هو كده. دي بقى تحفة يا جماعة، تحفة تحفة تحفة، انتوا شايفين عاملة ازاي اصلا عليها عليها ارنب وعليها جزر وشكلها بينكي ومبهجة قوي، فالموضوع كيوت قوي الصراحة. بصوا هي من جوه، يعني بصوا متقسمة كمان تقسيمات كتير، يعني بصوا هنا ممكن نكتب اي حاجة احنا عايزينها، وهنا ان هي متقسمة، بصوا كمان شكلها كيوت قوي، يعني تفتح النفس كده تخليكوا. بصوا كمان هنا تخليكوا عايزين تكتبوا فيها، بصوا كمان، يعني بجد تخليكم ان انتوا عايزين تكتبوا فيها، بس انا الحقيقه جبتها وما كتبتش فيها لحد دلوقتي، وبرضه بفكر ان انا اكتب فيها، لان الحاجات دي بتبقى يعني محمسه قوي ان انتوا تتشجعوا وتكتبوا افكاركم وتنفذوها، فاتوقع ان انا هاخد الخطوه دي خلاص. كمان في الستيكي نوت، دي مهمه جدا جدا، دي بقى اللي انا ما اقدرش استغنى عنها. الستيكي نوت دي انا بحبها لان بشيل واحده مثلا والزقها قدامي سواء هنا عندي في المكتب بتاعي، او مثلا لو انا بشيل معايا كشكول او كتاب، اشيل واحده والزقها على طول هناك، ببقى فاكره وببقى عارفه انا ورايا ايه، فصراحه دي عمليه اكتر بالنسبه لي. تنفعكم انتوا كمان لو انتوا في الجامعه ومحتاجين تكتبوا حاجاتكم، فانصحكم بدي الستيكي نوت بالذات، لانها هي العمليه اكتر من النوت بوك العاديه، ان انتوا تكتبوا فيها هتنسوا الصفحه انتوا كنتوا كاتبين فيها ايه اصلا. يعني هوريكم مثال، كانت النوت بوك بتاعتي في الجامعه، بصوا انا كنت كاتبه فيها كتير، يعني انا كاتبه فيها حاجات كتير قوي، بس ولا مره افتكرت، يعني كنت بكتب فيها الهوم وورك او الحاجات بتاعتنا او الاساينمنت بتاعتنا، بس ولا مره حرفيا يا جماعه افتكرت ان انا ورايا حاجه، كان دايما بعرف من صحابي، كنت دايما بنسى، فعشان كده
دي بالنسبه لي مش نافعه خالص معايا. الحاجه اللي بعد كده وانا شايفاها مهمه جدا برضو، خصوصا لو انتوا بتاخدوا ورق كتير وبتعينوه في الشنطه عشان الشنطه ما تبهدلش الورق، الحافظه دي شكلها كيوت وجميله وبتتفتح هنا، ممكن نحط اي حاجه هنا يعني. وكمان فيها برضو بتاع سوسته تانية كبيره، ممكن كمان هنا نحط فيها، انا اوريدي حاطه فيها حاجات، فممكن نحط فيها هنا برضو اي ورق هيحافظ عليها ومش هيخليها تتبهدل في الشنطه ولا تتني ولا الورق يحصل له حاجه. فدي برضو مهمه جدا. كمان واحده زيها برضو، دي قماش انما دي بلاستيك. انا بقى كطالبه موسيقى في وقتها لما كنت في الجامعه، كنت باحب أوي إن أنا أجيب مقالم كتير وأحط فيها الأقلمة بتاعتي. أنا كنت حرفيًا باعشق المقالم، كنت باجيب مقلمات كتير أوي وأحط فيها أقلمة كتير أوي، وحرفيًا أنا ما كنتش باستخدم نُص الأقلمة دي أصلًا. جبت مقالم حرفيًا كتير بس معظمهم رميتهم، واللي باقيين معايا حاليًا هي دي. ودي الصراحة أنا باموت فيها، هي أصلًا تحسوها صوف من هنا كده جميلة، قطيفة قصدي مش صوف، هي قطيفة وحلوة أوي الصراحة. ولمّا كل قلمتي يعني، هي بُصّوا لمّة كل حاجة، معلقة فيها الإزازة الكيوت دي. وكانت معايا دي برضو كانت بتلم حاجتي، وكانت الحاجة بتبقى قدامي ببقى شايفاها. بس لو تسألوني ايه العملية اكتر هقول لكم دي، لان حرفيا لو انتم ملاحظين انا حاطه فيها كل حاجة. يعني مش هنفتح ونشوف دلوقتي، حرفيا كل حاجة جوه المقلمة دي، كل حاجة. انا لما كنت طالبة كنت دايما بستخدم القلمة الرصاص، مش عشان انا بحبها، لا خالص. احنا القسم بتاعنا للأسف لازم نكتب برصاص عشان احنا بندون نغمات وبنحل حاجات وبنحلل حاجات، فهنحتاج ان احنا نمسح كتير قوي. فاحنا بالنسبة لنا الموسيقى لازم عشان نيجي ندون نوتة او نكتب نوتة، لازم نستخدم القلم الرصاص. فاحنا اتعودنا من سنة اولى لحد سنة رابعة ان احنا خلاص ماشيين بمبدأ ان احنا بنكتب بالرصاص. حرفيا اللي ما كانش معاه قلم رصاص كان بيطرد من المحاضرة، يعني كانت دي لازم القلم الرصاص والاستيكة موجودين معاك، ده شيء اساسي قبل اي حاجة. وعايزة اقول لكم على حاجة، مش القلم الرصاص اللي هي اللي بتتكتك اللي هي السنون، لا، عايزة اقول لكم ان انا جبت منها كتير كلهم باظوا مني. ليه؟ لان القلم الرصاص بيعيش فترة اطول، ولما بيحصل له حاجة بيتبري وبيفضل مكمل معاكي، واحنا عشان بنمسح كتير وبنكتب كتير فالقلمة الرصاص عملية اكتر ومش بتبوظ بسرعة زي القلمة السنون. يعني انا هوريكم دلوقتي دول اللي لقيتهم حاليا، بس انا جبت كل انواع القلمة الرصاص باشكالها. ده يعني ده بصوا ده بايظ طبعا، وده برضو بايظ، ده كان على شكل جزرة واصلا اتكسر وباظ خالص. وده كان شكله عادي جدا برضو نفس الكلام اتكسر برضو. وده شكله عادي بس هو طالع عينه شوية، بس برضو نفس الكلام، كانوا بيبوظوا مني على طول. آه، مش عمليين خالص في المجال بتاعنا، خالص خالص خالص. ايه بقى العمليين؟ القلمة الرصاص، انا كنت بجيب حرفيا قلمة رصاص كتير قوي، فدول متبقيين عندي من، يعني اخر مرة تقريبا جبت فيها قلمة رصاص دول متبقيين، دول الملونين. ده غير طبعا ان انا كنت شارية علبة مخصوص للقلمة الرصاص عشان لما تخلصش وتفضل معايا. فالصراحة انا بحب القلمة الرصاص قوي. امتى بقى نكتب بالجاف؟ بنكتب بالجاف في المحاضرات او في المواد التربوية، اللي هي هنا كنا ساعات بنستخدم القلمة الجاف. وعلى فكرة كان في مننا بيكتب بالقلم الرصاص برضو، يعني انا كنت برضو بستسهل فكنت بكتب بالقلم الرصاص عادي، ما كانش عندي اي مشكلة، يعني هو مش شرط اساسي، بس بحيث ان انت لما تيجي تذاكر ممكن تكتب بالقلم الجاف عادي مفيش اي مشكلة. فهنا كنا بنستخدم بس القلم الجاف، لكن في الطبيعي كنا بنستخدم الرصاص. حتى لما كنا بنيجي نمتحن الامتحانات بتاعتنا كنا بنمتحن بالرصاص الاول، وبعد الرصاص كنا بنعلم او بنظلل بالجاف، لكن مش بنكتب بالجاف، ما كانش عندنا الحل ده بالجاف خالص. بعد القلم الرصاص تيجي البرايات او اللي احنا بنبري بيها القلم الرصاص. انا كان عندي 3 انواع دي، وكان فيها استيكه من فوق، يعني هي كانت بتتفتح كده استيكه، والصراحه الاستيكه بتاعتها حلوه قوي، والبرايه بتاعتها من هنا كانت بتتلف كده ونقدر ان احنا نبري من هنا عادي جدا. دي بالنسبه لي كانت عمليه كنت بحبها، يعني دي من ساعه انا جايباها بقالي كذا سنه ومعايا الصراحه لحد دلوقتي ما حصلهاش اي حاجه. في بقى البرايات العاديه اللي هي البرايات العاديه خالص برضو مش هتضر، يعني مش مهم مش هتختلف، بس المهم تكون برايه كويسه عشان في انواع برايات دلوقتي مش حلوين خالص. اما بقى الاساتيك فانا يعني بصوا هوريكم كميه الاساتيك اللي كنت بجيبها، معرفش ليه، يعني انا اصلا ما تكونش لسه خلصت بس هي تبقى كتير قوي معايا. بصوا يعني كميه اساتيك مش طبيعيه بس كل دول حرفيا كانوا معايا، وفي منهم لسه موجود. وعلى فكره عايزه اقول لكم ان انا والله العظيم كنت بستخدمهم كتير جدا، انا كنت بمسح وبكتب بمسح وبكتب، بس عشان الحاجه ما اعرفش فيها بركه ولا ايه فما كانتش بتخلص مني بسهوله.
كان عندي مسطرة كيوت أوي، كانت بنت أختي جايباها لي وهي على شكل أرنب. بصوا جميلة ازاي، بصوا يعني فوق راسها أرنب، وهي مسطرة صغيرة جدا. مسطرتي طول السنين بتاعة الجامعة عشان صغيرة وبتتحط في المقلمة بسهولة، فكنت الصراحة حباها أوي، ما كنتش باستخدم المساطر الكبيرة أوي عشان كانت بتعمل زحمة وما كنتش بالاقي لها مكان أصلًا في المقلمة. أنا كنت باحب القلمة اللي هي بيكون فيها ألوان دي، عشان كانت بتبقى سهلة، وعلى فكرة هو في قلم سنون برضه بس هو بايظ وطلع عينه، فده قلم قديم عندي، بس أنا بس بابقى عايزة أوريكم إن أنا باحب الحاجات دي أوي، وده كان من ماركة اسمها M&G. أنا كنت باحب الماركة دي أوي وعندي حاجات كتير منها، يعني الأستيكة دي منها، يعني بصوا أهي مكتوب عليها M&G. الأستيكة دي منها الصراحة جميلة ولسه عايشة معايا، والمسطرة دي برضو نفس الكلام اهي برضو اهي M&G برضو، والقلم ده برضو نفس الكلام بس انا مش عارفة الاقيهولكوا فين هو اهي اهو مكتوب على اللبيسة دي، مش عارفة انتوا شايفينه ولا لا. بس انا كنت بحب الماركة دي قوي، كنت بحب اجيب كل حاجة من الماركة دي عشان كانت حاجتها كويسة واشكالهم كمان كانوا بيبقوا حلوين قوي. الحاجة اللي بعد كده ودي برضو حاجة مهمة جدا 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 وحرفيا ما اقدرش استغنى عنها، سواء بقى انا بقيت مدرسة او سواء انا كنت طالبة، هي القلمة الماركر دي. بصوا الوانها كيوت، واصلا القلمة دي بيستخدموها الكوريين، بشوف فيديوهات كتير قوي عن الكوريين بيستخدموها. هي الوانها باستيل كده زي ما انتم شايفين وكيوت قوي الصراحة، احسن من الالوان الدايركت، وكمان مقاسها بسيط يعني مش بتاخد مساحة اصلا في المقلمة، فكانت جميلة قوي وعملية، واحنا دايما كنا بنعلم بيها. غلطة ما تغلطوهاش وانتوا طلاب، خصوصا لو انتوا داخلين القسم بتاعي او اي قسم فيه حاجات عملي ما بيكتبوش كتير، هي القلمة الملونة او الجل الملون. بجد ما تغلطوش غلطتي، اوعوا تجيبوها لو انتوا التخصص بتاعكم عملي، لانكم مش هتستفادوا بيها اي حاجة، هتجيبوها على الفاضي، وحرفيا مش هتكتبوا بيها خالص، ممكن تكتبوا بيها مرة مرتين لكن انتوا مش هتستفادوا بيها خالص. انا جبتها عشان مين فينا ما بيحبش القلمة الملونة؟ بجد طفولتنا كلها من ساعة ما دخلنا المدرسة واحنا دايما كنا بنحب نكتب بالقلمة الألوان دي أو القلمة الملونة دي. فنصيحة مني ليكوا بجد، لو انتوا كلية عملي اوعوا تجيبوا الأقلام دي خالص. القلم ده من كام سنة، القلم الواحد ده كان ب25 جنيه تقريبا، فهو دلوقتي ممكن يبقى أغلى من كده فصفقة. وعايز أقول لكم إن ده برضو من نفس الماركة الMG. ليه بقى أنا وريتها لكم وانتوا طلاب وفي كليات عملي ملهاش لازمة، لكن لما تبقوا مدرسين لا، فانتوا هتحتاجوها كتير قوي في التحضير. فبالنسبة لي القلمة دي هتكون مفيدة قوي 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 ليا كمدرسة، عشان انا هكتب فيها في التحضير وهزين بيها التحضير بتاعي، فانا محتاجة قوي 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 القلمة دي. اما بقى باقي الحاجات الصغيرة اللي هي ان احنا كنا بنحب نجيبها فور فن كده، يعني حاجات كده بسيطة، زي الدباسة دي انا لما كنت في الجامعة كنت بحتاجها كتير قوي، عشان زي ما قلت لكم احنا اكترية الحاجات اللي بندرسها بتبقى نوت، يعني بيبقى ورق واحنا بندرس فيه، فطبعا كنا بنحتاج ان احنا ندبس الورق عشان ما ننساش ونفصل ما بين المواد دي والمواد دي. كان لازم يبقى معانا دباسة اللي بتدبس الورق. طبعا بصوا هي برضو MG اهي، البيس بتاعتها برضو MG. انا برضو هحتاجها حاليا لانها هتفيدني في حاجات كتير قوي، لان انا هحتاج برضو اصور ورق وهيبقى محتاجه ان انا ادبسه ومحتاجه احطه في مكان عشان افصل بينه وبين الورق التاني. الصمغ ده برضو بتحتاجوه كتير قوي، وخصوصا انا لاني في الدفتر بتاع التحضير بتاعي هحتاج ان انا الزق صور او الزق كروت، فهحتاج اكيد اكيد صمغ. فانا عندي اصلا كذا صمغ، انا مش جايبه ده بس، هو ده بس من MG بص عشان شكله كيوت، عشان كده بقول لك هما الباكج بتاعتهم كيوتة قوي. برضو عندي النوعين دول معروفين اصلا، يعني احنا كمصريين بنستخدمهم كتير، بالذات الاحمر ده. اخر حاجه واهم حاجه لازم تبقى في الشنطه بتاعتكم، سواء انتوا في الجامعه او في المدرسه او حتى مدرسين او حتى شغالين اي شغلانه تانية، مش شرط تبقوا مدرسين، لازم يبقى معاكم يا جماعه كحول عشان تنضفوا دايما ايديكم، بالذات لو انتوا بتستخدموا الاقلام كتير او بتستخدموا حاجه حد، او عموما لازم يبقى معاكم. كنت باخد دي كنت بعلقها في الشنطة وأنا في الجامعة، وكنت بحط كانت فيها يعني برضو كحول، تمام، كان برضو بيعقم الإيد، بس أنا استهيفتها قوي، حسيتها طفولية عن سني إن أنا في الجامعة ومعايا البتاعة دي فكنت حاسة إنه إيه، لأ إن هي كيوت قوي الصراحة، فأنا ممكن استخدمها حاليا، يعني ما عنديش مشكلة إن أنا أروح بيها الشغل عادي جدا. كان معايا ده صابون ورق، يعني بصوا بيبقى عامل كده صابون، كنت واخداه في حفلة كورية تقريبا تبع المركز الثقافي الكوري،
فكانوا بيوزعوه يعني وكده. هو بيبقى عبارة عن صابون، ورقة كده، ورقة بتبقى ريحتها حلوة كمان. أول ما تحطوها تحت المَيّة بتعمل رغوة وبتبقى صابون. فبرضه حلوة أوي، لو لقيتوها في أي محل سواء بقى من كوريا أو مش كوريا مش هتفرق، هاتوها عشان هي مهمة جدًا وحلوة أوي الصراحة، عملية جدًا. حتى لو أنتم برّه بتاكلوا في مكان مش عارف إيه، معاكوش wipes، معاكوش أي حاجة تغسلوا بيها إيديكم، هتنفعكم أوي الصراحة. آخر حاجة معانا تعتبر وهي الأكل. لو أنتم أكلكم بسيط ممكن تجيبوا snacks، لكن لو أنتم بتحبوا تاكلوا عشان تقدروا تقاوموا باقي اليوم أو عشان تبقوا فايقين لباقي اليوم، أنا الصراحة من النوع ده، النوع اللي هو لازم يبقى واكل الصبح سواء فطار أو كده، أو بياخد معاه أكل عشان على مدار اليوم ياكل عشان يفوق أو عشان يقدر يقاوم. أنا الصراحة باتعب بسرعة، فلازم جسمي يكون متغذي كويس وشارب مَيّة كتير عشان خاطر أقدر إن أنا أتعامل وإن أنا يبقى عندي طاقة طول اليوم. فبالنسبة لي أنا لازم آخد lunch box معايا، ده أساسي، أساسي، أساسي. أهم حاجة برضه هي المَيّة، أنا دي باحط فيها تلج، قطع تلج، وأحط فيها مَيّة ساقعة وبتفضل معايا لأكتر من 12 ساعة. بس كمان لو المَيّة اللي جوّه خلصت، التلج بيفضل زي ما هو محافظ على حرارته، فبالتالي أنا ممكن أزوّدها مَيّة في أي حتة ومن أي مكان وبتفضل معايا عادي جدًا حتى لو هي خلصت. دي برضه حرارية جدًا وبتحفظ الحاجة الساقعة أو السخنة. فدي ممكن بقى تبقى للشاي، أنا باحب أشرب نعناع أوي الصبح، فممكن أحط فيها نعناع بيفضل معايا لوقت طويل. عايزة أحط فيها ice coffee مثلًا برضه بتفضل معايا. وبس كده، دي تكون تجهيزات مدرسة موسيقى أو حتى طلاب في نفس التخصص. أتمنى تكونوا استمتعتوا بالفيديو، وأتمنى يكون الفيديو تجربة جديدة في القناة يعجبكم كمان، إن أنا أول مرة أعمل حاجة زي كده أو فيديو بالشكل ده. فأتمنى إن هو يعجبكم. انتوا بقى قولولي ايه هي الحاجات المهمة أو التجهيزات المهمة اللي انتوا لازم تاخدوها في الشنطة معاكم، سواء في الجامعة سواء في الشغل أو حتى وانتوا رايحين المدرسة. هستنى الكومنتس بتاعتكم، ولو عجبكم الفيديو ما تنسوش ان انتوا تعملوا لايك وتشتركوا في القناة، وعشان يوصل لكم اي فيديو جديد انا بنزله. اشوفكم في فيديو جديد، باي باي.